اليوم الثالث من روتين ال90. اليوم ماشي عادي والحمد لله خلصته كله، بس حبيت اوضح لكم نظام الروتين ماشي ازاي عشان ما يبقاش فيه لخبطه. الفيديوهات دي انا صورتها وعملت لها اديت من وقت طويل، وعملها لهم سكادول على اليوتيوب بحيث ينزلوا لما اكون خلصت التحدي او جزء من التحدي. طيب ليه بقى عملت كده؟ عشان لو عملت كل حاجة في نفس الوقت، زي اني اذاكر واصور واعمل اديت واعمل ابلود لليوتيوب، كل ده هيكون في وقت الامتحانات هيبقى صعب وضغط، ومش هكمل التحدي خالص وهتبقى يعني نقطة فشل بالنسبة لي. فاهمين قصدي؟ اللي عايزة اقوله ان طالما احنا عارفين ان احنا داخلين على تحدي صعب او محتاج شوية مجهود، فلازم نحاول بقدر الامكان نهيئ كل الظروف عشان الموضوع يبقى اسهل. انا ليه برضو بقول كده؟ عشان لو حسيتوا ان الاحداث مش ماشية مع بعضها، يعني مثلا في اول اسبوعين كده ولا حاجة تقريبا هتلاحظوا ان كان عندي ميد ترم والوقت اللي هينزل بقى فيه الفيديوهات اكون اصلا بدأت امتحانات البراكتيكال وداخلة على الفاينل، وهكذا. اكون مثلا بنزل فلوجات واحنا اصلا في اجازة الصيف، الفلوجات دي مثلا للفاينل واحنا اصلا بدأنا الاجازة. فاهمين قصدي؟ فبس يعني عشان تبقوا عارفين تفهموا الدنيا كده معايا وتمشوا معايا الخط وتبقوا فاهمين يعني الفيديوهات ماشية ازاي. بس برضه عايزة اقول حاجة، ان في ايام ما فيهاش اي احداث وايام مليانة احداث، فعشان كده هتحسوا ان في فلوجات مملة وقصيرة جدا وفي فلوجات طويلة وفيها شوية حماس يعني. عامة ده العادي بتاع الحياة، مش حاجة، بس ايه، حبيت يعني اعرفكم وبس كده. يا رب افضل بنفس الحماس ده طول ال90 يوم. وعرفوني برضو لو انتوا بدأتوا معايا في التحدي اوريدي ولا لسه. لو لسه مترددين يعني جو اون لان الموضوع يستحق. بس كده، اشوفكم في اليوم الرابع بإذن الله. سلام. It's not about perfection, it's about consistency. Yeah.